سألت الذكاء الاصطناعي: هل قيس سعيد ينجم يتيح؟ سألت السؤال هذا خاطر ديما نتساءل، هل بن علي قبل ما يتيح زعما كان ينجم يعمل حاجة تخليه ما يتيحش؟ يعني أي تغيير قصير المدى كان ينجم يلهي الناس وينساهم المشاكل. بالطبيعة نحكيو على تغيير خير شوية من كسر السلاسل متاع 404 اللي عملها، ولا أي حاجة أكثر مصداقية من غلطوني وما في باليش. فما شكون باش يقول ينجم يكون، وفما شكون باش يقول صعيب ياسر، بما انه الناس اللي تظلمت على طيلة 23 عام والمشاكل اللي سوست في البلاد على طول المدة هذيك الكل ما تنجمش تجي تصلحها في درجين. والكلام هذا يتطبق على اي دكتاتور كيما بشار وصدام وغيرهم. توا نجيو لقيس سعيد. صحيح قيس ظلم برشا ناس من صحفيين ومعارضين وغيرهم، وقتل برشا ناس من افارقه جنوب الصحراويين اللي تعيشهم في الصحراء، ولا حتى صغارنا اللي غرقهم في البحر على زوز اوروات من عند الاتحاد الاوروبي. اما نرى في فرصه لقيس سعيد باش يخرج يلم كل شيء ويا ناس ما كان باس. نتصوروا كان يخرج ويقول اي شنو الحاله اللي وصل لها القضاء متاع اليوم، ويعمل عفو على سجناء الراي والسياسه، وينجم حتى يغمهم ويعمل مسرحيه ويشاركهم في الحياه السياسيه. اما الذكاء الاصطناعي قال سوف يسقط قيس سعيد لانه بكل بساطه ساقط.